فرنسا كتعترف بالصحراء المغربية وفين في وسط مجلس الأمن، وروسيا كتمتنع على التصويت. كيفاش فجأة فرنسا غيرت الموقف ديالها؟ واش روسيا صافي مشات مع الجزائر؟ اشنو هو المستقبل ديال هذا النزاع على الصحراء المغربية؟ نهار الاثنين اللي فات دار الاجتماع السنوي ديال مجلس الامن حول الصحراء المغربيه اللي تصوت فيه على تمديد ولايه بعثه المينورسو لعام اضافي. وهنا فين وقعوا جوج حوايج اللي خرجوا على المألوف: اولا التصريح ديال فرنسا، ثانيا امتناع ديال روسيا على التصويت على هذا القرار، بحيث الممثل ديال فرنسا رحب بقرار تمديد ولايه المينورسو واذان خرق وقف اطلاق النار، خصوصا بعد الاحداث اللي وقعوا في السماره مؤخرا. وجدد ممثل فرنسا دعم باريس مخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرا ان الوقت حان للانطلاق فيه. يعني فرنسا كتقول دابا يلا ننتقلوا في الحكم الذاتي. والسؤال ديال الاغلبيه كيدور لي في دماغه: واش صافي فرنسا فعلا بدات الموقف ديالها واعترفت بمغربيه الصحراء، ولا دي غير مناوره من المناورات ديال فرنسا اللي ولينا كنشوفها مؤخرا، بحال دوك المناورات اللي شفنا ايام الزلزال؟ وعلاش تقالت هاد الهضره في هذا الوقت؟ حيتاش فرنسا في نفس الاجتماع اللي دار ذاك العام بالفعل صوتت على تمديد مهمات المينورسو، ولكن ما خداتش الكلمه، ما هضراتش. علاش هاد العام هضرات وقالت خصنا ننطلقوا في الحكم الذاتي دابا؟ اول حاجه حيت فرنسا عليها ضغوطات، خصوصا الضغوطات الخارجيه، حيتاش بدات كتفقد اصدقاء ديالها في العالم خصوصا في افريقيا، وما بغاش تفقد صديق قوي في القاره بحال المغرب. ثاني حاجه ان فرنسا ولات في موقف محرج، حيتاش اكثر من 14 دوله اوروبيه كتدعم الحكم الذاتي في الصحراء وما بغاش تبقى معزوله. ثالث حاجه الضغوط الداخليه اللي على فرنسا، حيت كاينين ناس داخل فرنسا اللي كيضغطوا على الرئيس انه يقاد العلاقات مع المغرب، بحال جون لوك اللي زار المغرب فيما الزلزال وفي قلب المغرب دافع على سياده المغرب على الصحراء، ودعا الرئيس الفرنسي انه يقاد العلاقات ديال فرنسا مع المغرب. ولكن في نظري هذا الشيء ما غاديش نعتبروه تغير في الموقف الفرنسي في اتجاه الصحراء المغربيه، حيتاش ما داش بالطريقه الصحيحه. حيتاش الاعلان عن اعتراف بالصحراء المغربيه دار في مجلس الامن بشكل احادي، وما كانش واحد التواصل ما بين الجانب الفرنسي والجانب المغربي كما دار في اسبانيا والالمان، حيت الاعتراف ديالهم بالصحراء المغربيه تم بعد تواصل ما بين جهتين، المغرب واسبانيا ولا الالمان. من بعد خرج بلاغ مشترك بيناتهم فيه باللي هذوك الدول اعترفوا بالصحراء المغربيه، وهذا الشيء ما دارش بالنسبه لفرنسا. اذا فرنسا خصها تخلى هذا الموقف ديال الاستعلاء، ايوا تقرر من راسها وتهضر بوحدها في بلايص بحال مجلس الامن، خصها تجي وتواصل مع الحكومه المغربيه ويهضروا على كاع نقاط الخلاف اللي بيناتهم، من بينهم الصحراء المغربيه، من بينها توقف الحملات الاعلاميه اللي كدير فرنسا على المغرب وعلى الدول الاسلاميه، توقف على الضغوطات اللي كدير فرنسا على الدول الافريقيه باش تحارب المغرب. نمشيو لعند روسيا، علاش امتنعت على التصويت على القرار؟ كاين جوج اسباب. اولا روسيا بغات تزيد اقتراح في هذا القرار اللي هو خيار الاستفتاء. ثانيا بغات تحيد كلمه الجزائر من القرار، حيت القرار كيوصف الجزائر على انها داخله في هذا النزاع، وهذا الشيء اللي ما بغاتوش الجزائر اللي الحليفه ديالها هي روسيا. ولكن هاد جوج طلبات ترفضوا، حيت ترفضات من كاع الدول خصوصا الامريكان اللي دافعات بقوه على قضيه الصحراء المغربيه. وهذا اكبر جواب لدوك الناس اللي كانوا كيقولوا ان اعتراف الامريكان بالصحراء المغربيه مؤقت وما كاينش في الواقع. كخلاصه مشكل الصحراء ولا شبه محسوم، وكل شيء ولا كيدعم الحكم الذاتي من غير بعض الدول اللي قليله بزاف، حيت هو الحل الوحيد اللي قابل للتطبيق. والجانب الاخر جمهوريه القياطن الوهميه ما عطات حتى شي حل من غير العصافه الرويضه، وهادشي اللي خلى هاد الناس اللي هو يدخلوا في عزله دوليه. داكشي علاش ولاو كيقلبوا على اي حاجه باش يبانوا في الساحه، من بينها دوك التفجيرات اللي كانوا في سمار. وصلتي حتى لهنا ما تخرج قبل ما تقول لي الراي ديالك، واش ممكن تحسن العلاقات بين المغرب وفرنسا؟ واش بان لك في الموقف ديال روسيا؟